أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. اليوم في حايل وفي جادة الإبل، مهرجان جادة الإبل في حايل، وتحديدا في حفل الشيخ عبد الرحمن بن مطني بن براك. وهذا الحفل الكبير توافد إليه الرجال من الظهر وهم يتوافدون في هالمحفل الكبير والمكان الكبير. حقيقة هذا المهرجان استفاد منه جميع أهالي منطقة حائل ومن خارج منطقة حائل، استفاد الكثير. أهالي الحلال استفادوا، وأهل الإبل استفادوا، وأهل الصناعات استفادوا، والكل استفاد على هامش هذا المهرجان. وهذا المهرجان أكيد بتنظيم من نادي الإبل، مشكورين على تنظيمهم لهذه المهرجانات. والحقيقة الدولة عزها الله دعمت هذا الجانب الإبل وهذا الموروث الأصيل، دعمت هذه الدولة، وتعود الجميع على الدعم من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله جميعا. ونسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان. من محفل ابن براك ومعي أحد الرجال الذين لهم دور كبير في التنظيم، وأيضا هو من ملاك الإبل، الشيخ عبد الله بن عبيد العويمري. الله يمسيك بالخير. مساك الله بالخير والرضا. مرحبا. اليوم احنا في حفل ابن براك، وما شاء الله شوف الحضور كبير، وشوف ما شاء الله شيء ولا هو بغريب عليهم. اليوم ولله الحمد أول شيء يوم جمعة مباركة الحمد لله. إن شاء الله، واجتمعت فيها الأحباء والتلاحم وملاك الحلال الإبل، علما أن المشاركين اثنين، اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن مطني والشيخ فهد بن ناهس بن براك. نتمنى له التوفيق مسيرته بكرة، وكل اللي أنت تشوف هذول جايين يهنون ويباركون، وأنت أول المهنين قبلها بعد كنت، فنحييهم تحية الإسلام. أما بالنسبة للمهرجان مردوده كبير على المنطقة اقتصاديا واجتماعيا ولحمة وطنية بين جميع القبائل، والشكر يعجز عنه اللسان، ونقدم الشكر والتقدير إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، وإلى أمير منطقة حائل وسمو نائبه، وإلى رئيس النادي وجميع العاملين في هذا المهرجان، فلهم من جزيل الشكر والتقدير، وعلى جميع ما سهلوا له الحائل واستفاد منها كثير، أهل الإبل، أهل المخيمات، أهل الحرف هذه الحقين. نعم، الحرف اليدوية نعم. أي ما شاء الله، نشوف بسطات ما شاء الله كثيرة مستمرين فيها، الأسر المنتجة أيضا استفادت من هذا. الإعلاميين مستفيدين، وقصدي على الأهلية، يعني التجارة والتصوير، وكل جميع المستفيد، جميع أهل حائل والمناطق الأخرى اللي قريبة من حائل مستفيدين استفادة كبيرة، والفنادق عموما اقتصاديا واجتماعيا. كيف حركة البيع عندكم؟ أنت بعت شيء أنت كمالك إبل هنا؟ والله أنا ما جبت لي حلال هنا، لكن طلعت على بيع مرضي بالنسبة للملاك الحلال اللي جايين يبون يبيعون بالحراج، واللي يبيعون من الحلال البداوة والمزاينات. سمعت أسوام كثيرة وبين المستثمرين هنا، والجميع مستفيد فائدة كبيرة. وأكبر فائدة اليوم هي اجتماع واللحمة الوطنية في هذا الوطن الغالي. ما شاء الله اليوم هذا لحمة وطنية كبيرة. الحضور طال عمرك بين المجلسين. بالنسبة بني رشيد عندنا مضيفين الليلة، المسيرة بكرة للفهد بن ناهس وإلى الشيخ بعد عبد الرحمن، مسيرتهم بكرة، نتمنى له التوفيق. والاجتماع هذا ما جاء إلا من جميع القبائل، جايين مهنين ومباركين ومشاركين، فأنت أول من بارك وشارك، ولك منا جزيل الشكر والتقدير. وأهدي له فيه بيت يقول أهدي له مني تحية وتقدير مني وعن ربعي وسكان حائل. كفو والله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، شكرا لك، شكرا.